خد بالك، انت راجل، كل اللي وراك بيبقى مسنود عليك انت. الفيديو ده موجه اكتر للرجاله، بس ممكن كمان البنات تستفاد منه. بس صدقني، هما مش مطلوب منهم ادوار زي اللي مطلوبه منك. خليك احسن واحد، خليك احسن نسخه منك. امتى تختفي وتختفي ليه، وازاي تشتغل في صمت لحد ما تنجح. في لحظه في حياه كل واحد فينا بيحس انه محتاج يختفي، مش يهرب، لا، يختفي عشان يرتب نفسه، يشتغل على نفسه، يطلع نسخة تانية تماما. الغموض مش ضعف، بالعكس، ساعات الغموض بيكون هو السلاح الأقوى والسكة الأسرع للنجاح. ليه لازم تختفي؟ هدوء، قوة، تركيز حقيقي، طاقة داخلية هتطلع. شوف، لما هتختفي هتبعد عن الضوضاء، تبعد عن الآراء، عن المقارنات. النجاح محتاج تركيز عالي، والناس حواليك ممكن تشتتك حتى لو بيحبوك. كل كلمة بتقولها، كل مشاركة بتشاركها بتاخد من طاقتك. خلي طاقتك كلها للشغل مش للكلام. ازاي تختفي؟ ابعد عن السوشيال ميديا، قلل الظهور، ما تعلنش كل خطوة بتعملها. خلي دايرتك ضيقة، اختار 2 3 بس تعرفهم أسرارك وخططك. اشتغل على نفسك، اتعلم، جرب، افشل، عيد تاني من غير ما حد يعرف. سجل تطورك مع نفسك، مش لازم كل إنجاز تصور وتنزله. في حاجات قيمتها في سرية، علاماتها هتوضح لك إنك ماشي صح. قلة تفاعل اللي حواليك، مش دايما الناس هتسأل فيك لما تختفي، ده طبيعي. النتائج هتبدأ تظهر، فلوس، تطور، فرص جديدة من غير ما تعلن عنها. هيجيلك سلام داخلي لما تبقى مش محتاج تشرح لنفسك لأي حد ولا تبرر ليه مش ظاهر. اختفائك وغموضك مش هروب، الغموض هو إنك بتختار تسيب أفعالك تتكلم عنك بدل كلامك. الناس بتحب المفاجآت، نجاحك لما يجي فجأة هيكون ليه طعم تاني. لو حاسس انك تايه او بتحاول او بتبدأ من جديد، اختفي، بس مش عشان تنهزم، لا، عشان ترجع اقوى من الاول. خد بالك، التطبيقات معمولة عشان تضيع وقتك، انت المنتج. كل حاجة بتتقدم لك ببلاش، بس انت المنتج. حتى الفيديو ده اللي انت بتسمعه، لو هيعطلك عن حاجة مهمة قوم اعملها.